يا مساء الفل ويا مساء كل حاجة حلوة، ورجعنا الصالة كده حبة. يعني شوف بقى أنا بنوع ازاي، مرة الأوضة مرة الصالة هكذا يعني. طيب، أوعدكم أي وقت الصالة تكون فاضية هاجي الصلاة على طول. ماشي. القراءة دي إن شاء الله هتكون بأول حرف في اسم حبيبك أو شريكك أو طبعا الشخص اللي في بالك أيا كان مين هو. وبناء على قراية التعليقات أحب أقول للرجالة إن القراءة دي بتمشي على الرجالة أو على الستات، هي القراءة دي لأي جنس. طيب، المجموعة الأولى هتكون والكريستالة البنفسجي، والمجموعة التانية هتكون الحجر الفسفوري. بقى كتير أوي مشتغلناش بيه. ماشي. وقراءة النهاردة عبارة عن سؤال في غاية الأهمية الحقيقة. هل العلاقة ديت بترجع تاني؟ يعني هل الشخص ده بيرجع لك؟ هل العلاقة دي بتبدأ تتبني تاني؟ عايز أعرف. طيب، واحد اتنين. النهاردة بإذن الله هاخد من نفس الطاروت كارتين بس هيمثلوا طاقتك، وكارتين هيمثلوا طاقة هذا الشخص، عشان نخش في القراءة على طول. يلا كده. ماشي. المجموعة الأولى أول حرف من اسم هذا الشخص جيم، شين، ضاد، كاف، خ، دال، ب، قاف، زين، ط، ظ، ث، عين. المجموعة التانية أول حرف من اسمه ذال، ر، نون، سين، غين، ه، لام، ح، ميم، صاد، ف، واو، ألف، ي، ت. إن شاء الله بإذن الله ابتداء من النهاردة هبدأ أنزل في سبريتشوال جايد مرشدك الروحي، وعاوزين كده نبدأ نجذب الحاجات اللي احنا عاوزينها مع بعض بهدوء كده. دي حاجة هتكون مبدئيا من خلال بعض الفيديوهات، وكمان المديتيشن او التأملات اللي ممكن توصل لساعة حتى لو قدرنا ان احنا نعملها ساعة. ماشي. يلا بينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. واحد اتنين. المجموعة الأولى والكريستال البنفسجي هحطها هنا، وهي واضحة صح باينة. ماشي. أولا أنا هاخد كارتين طاقة ليك. هبدأ بطاقتك وبعد كده هبص على طاقته. 3 سيوف. أول كارت في طاقتك. اوكي. ياه. ياه. واضحة أوي صح؟ واضحة أوي، صريحة أوي طاقتك الحقيقة. يعني أنا مش شايفة إن هي محتاجة أي شرح. يعني هي مش محتاجة شرح الحقيقة. ولكن هقول لك يعني أكيد في هنا ألم واضح كبير صح؟ عن العلاقة أو بسبب الحقيقة العلاقة والشخص اللي وياك هنا. في حب هنا، وانت هنا بتمثل لي الحب انه ما هواش حب آم، يعني حب شهوة او حب جنس او لا لا. هنا في 6 اوف كابس صح ولا ايه؟ هنا في اعظم انواع الحب الحقيقة. آه طيب، تعالوا كده. هاخد له كارتين لطاقته. هانجت مان، سيم، الطور. اذا بسبب ده حاصل وياك يعني واضحة قوي قوي من خلال طاقتكم انتوا الاتنين. يعني بسبب اللي حاصل هنا وانا دلوقتي فاهمه ان هو من طرفه هو الطور منه هو جنب الهانجت مان. حاصل طور وهو وقف صح، وقف. انعكس طبعا طبعا عليك انت من خلال
الحب ده والعلاقة اللي فيها المشاعر دي والحب ده حاصل فيها 3 سيوف بسبب الطور اللي انت عملته. واضح قوي النهارده طاقة ما فيهاش اختلاف، صح؟ يعني ما نقدرش نختلف احنا هنا على الطاقة. وكمان واضح مين اللي عمل الطاقة وليه عملها، مين اللي عمل الطاقة بتاعتك بالذات وليه حاصلة. يلا كده خد لكم انتوا اولا كارت من هنا. الناين اوف سبرينج. الناين اوف سبرينج هو كارت بيحذر، في تحذير، ربما تحذير من نفسيتك على نفسيتك، لان هنا التحذير للويل بين ليك انت، لروحك، لجسمك، ليك انت، لاحاسيسك، للاشياء اللي حواليك، الاشخاص اللي حواليك، ايا كان. هو كارت تحذير الحياة. تعالى كده ننزل كارت كمان. الله، حلو حلو قوي ان نزل الكارت ده. حلو قوي ان نزل الكارت ده لانه بيطفي نار الكارت التاني ده. ماشي. هنا نزل لك الايس اوف سورد، والايس اوف سورد كارت بيقول لك كلام بسيط، يعني شيء بسيط قوي، وهو خد بالك في ولادة لعلاقة، ربما العلاقة دي جديدة، وربما هي ولا جديدة ولا حاجة، ربما هي موجودة فعلا في حياتك بس بيحصل فيها يا لم شمل يا عودة يا رجوع يا حاجة كده. وخد بالك قوي انه انا لسه حالا كنت بقول لك ايه، بقول لك السؤال بتاع القراءة ايه النهارده. سؤال القراءة النهارده في رد منه هنا الحقيقة. لما انا قلت لك هل الشخص دوت بيرجع، هل العلاقة دي بتبدأ تتبني، فهنا بيقول لك ايه، بيقول لك افتح حب، افتح قلبك للحب، افتح حبك. ماشي، انا بضحك على نفسي يعني. بيقول لك هنا open your heart to love، افتح قلبك للحب. في beginning، في بداية هنا لشيء جديد، يا اما طبعا طاقة جديدة، شخص جديد، ايا كان انت ظروفك ايه وايه اللي انت عايزه او ايه اللي انت او ايه اللي انت هتقبله يعني. الاسم سما كارت عظيم الحقيقة، انا بحبه جدا لانه مريح، مريح للنفس كده، عكس طبعا الناين اوف سبرينج يعني. طيب تعالوا كده ناخد اهو، نزل لوحده. حلو قوي. سترينث اند جايد، اعرف انك انت معاك قوتك، واعرف ان انت معاك كمان جايدنس او معاك في الطريق مرشدين، بمعنى انك مش هتفضل في طاقة الثلاث سيوف دي كتير، ما تخافش. هارموني اند ريزولوشن. مش عارفه ليه حاسه الكلام مجعلص. يعني ايه مجعلص؟ يعني في نوعا ما طاقة من اللي حصلت لك او طاقة اشياء من اللي حصلت وياك، وان كان يعني انت مثلا اتفاجئت بحاجة من هذا الشخص وجعتك او احبطتك، فهنا الكروت الحياة عايزة تقول لك فوق يعني من اللي انت فيه، حاول تقوم نفسك، حاول انك تبدأ من جديد فعلا، وانت معاك القوة كلها. وكمان يبدو كده كأن في تناغم كده، هارموني كده. وريزولوشن، ريزولوشن هو انتهاء مصاعب او صعاب، اشياء حصلت فعلا ووجعتك او تعبتك. طيب تعالوا كده ناخد له من هنا كارتين. اوكي. هنا بيقول لك انه احيانا بيظهر يفكر فيك، وهنا بيقول لك انك اصبحت اقرب ليه من اي حد. فاذر ويند، عنده مشكلة، عنده مشكلة في الالتزام. الاب ايه؟ الاب هو الالتزام، صح؟ الاب هو على فكرة، والاب هو بيلزم نفسه، سبحان الله، يعني هو مخلوق كده عشان يلتزم ويلزم نفسه بالمسؤولية وبتحمل المسؤولية. ربما هذا الشخص دلوقتي بيقولك ان عنده مشكلة في الحتة ديت. اوكي.
هنا بقى بيتكلم على الوايت سايد. الوايت سايد طبعا الجانب الجامح، الجانب الحميمي. ربما الكارت اللي لسه ظاهر هو فيه بيقول لك انه ساعات بيسهر يفكر فيك، ربما بيفكر بقضاء اوقات حميميه معاك، رومانسيه هكذا. يلا كده، والسؤال الاهم واللي احنا عايزين نركز عليه اكتر حاجه النهارده طبعا، هل الشخص ده حلو قوي؟ التنف الويل فورتشن رقم 10 10 هحطه هنا. ماشي، نبدأ من هنا. حلو قوي الكارت ده، بيقول لي انه هذا الشخص شايف انه القدر بيقول له كمل. هنا كارت الويل فورتشن هو من اكتر كروت حظ في التاروت يعني. 5 of swords. طيب، كل شيء بيقول له كمل، كل شيء بيقول له خد خطوه لقدام، متاخدش خطوه لورا. بس هيبقى في ديسبشن او نوع من انواع، عارف انت لما تقول لحد يا عم انت بتضحك على نفسك، انت كل شيء بيقول لك امشي لقدام لهذا الشخص، انت مش مرتاح او انت مش مبسوط وانت بتعمل العكس. هنا بقى هو مش بيعمل العكس، لا، هو هنا بيحاول يشغل نفسه، يعني شايفاه بيحاول يشغل نفسه عنك. تمام، وده هو الديسبشن، ده هو الخداع، ده اللي هو بيخدع نفسه فيه. لان كل شيء بيقول له امشي لقدام، هنا هو عارف ان المفروض يمشي لقدام، مش بيمشي لقدام. هنا بيحاول يشغل نفسه، اذا فهو بيخدع نفسه كده بالشكل ده، مش صريح مع نفسه. ماشي، الفول. اوكي، بعد الكوين اوف سورد. حاجة صغيرة قوي انت. طيب، هو حصلت مشكلة هنا، وهو بيقول لي انك قلت له مثلا يعني، او بلاش تكون قلت له، انت فهمته بالايحاء، بطريقتك بالكوين اوف سورد. فهمته انه لو مش كذا يبقى مفيش خالص، حاجه كده يعني. احتمال انك تكون فهمته فعلا بطريقه غير مباشره، انه العلاقه ديت لو ما حصلش فيها مثلا جواز او ترسيم يبقى مفيش حاجه خالص بينا. بالفعل انا حاسه انك حاولت تفهمه دوت، وكانت النتيجه انه وقف الدنيا هنا في العلاقه. فانت اتهيأ لك او تخيلت ان انتوا بتنهوا العلاقه، فده وجعك قوي. وللعلم ده انا عايز اقول لك، انت اتكلمت او حكيت بطريقه غير مباشره، بس هو اللي استذكى، هو اللي فهم. يعني انت ممكن تكون موقفتش قدامه دايركت، وشك في وشه، وجها لوجه، قلت له يلا نتجوز. لا، انت ممكن تكون فهمته الوضع. مش كده ان انا هنا حاسه ان حد فيكم مشغول عن التاني بعيله او باسره، صح؟ ده انا شايفاه هنا الطريقه اللي هو بيحاول يشغل نفسه بيها عنك. هو اصلا عنده حاجات تشغله، وعلى فكره ده ما بيقوليش يعني ان انت فاضي ما وراكش حاجه، لا، انت برضو عندك حاجات تشغلك، بس مش تشغلك عنه يعني. هنا في حاجات جوه القراءه، بمعنى في حاجات في حاجات جوه القراءه هنا. في حاجه عايز اقولها هنا اهو. الشخص ده عايز يقول لك انا كنت جريء كفايه. هو مش كفايه ان انا كنت جريء كفايه ان انا يبقى عندي المسؤوليات دي واتحمل مسؤوليه، او اتحمل مسؤوليه علاقه تانية عليك. اذا في علاقه في حياه هذا الشخص، او في كوميتمنت، يعني في التزام. هنا هو ملتزم بحاجه، يا اهل بقى، يا زوجه، يا اولاد، يا كده، في حاجه يعني. لان هنا هو مطلع، هو مش هقول لك هو مطلع نفسه فيكتيم ولا ضحيه، لا،
هو بيقولك بس انت ما قدرتش الظروف. ده حاجة هو ماسك فيها دلوقتي في الطاقة دي بيتكلم فيها، يعني هو راجع ولا ايه؟ وهل العلاقة ديت بيحصل فيها تطوير؟ بيج اوف سوردز، تري اوف كابس، الهاي بريست. انت خايف برضو وهو مصورك بالشكل ده. هو هنا مصورك على اساس انك خايف. انت خايف من ايه؟ هل انت خايف لانه، بص انا هديكوا كذا سيناريو هنا. هل انت خايف لانه هذا الشخص اصلا متجوز وعاوز يكون وياك، فدوت بالنسبه لك تلاعب زي هو متجوز، ويا ترى هو بيعمل كده على طول، او مثلا بيطلع يتجوز وبعد كده بيرجع للشخص التاني، حاجه كده يعني. خايف ان هو ما يلتزمش يعني، ولا انت نفسك خايف انك تضحي بشيء وبعد كده تلاقي ان هو مش جاهز؟ يعني ممكن الرولز هنا تبقى ريفرس، يعني ممكن انت اللي تكون في علاقة او انت اللي تكون متزوج مش هو، وخايف انك تسيب الشخص مثلا اللي انت معاه، مع انه اصلا كده كده العلاقة شكلها مش ناجح، يعني ان انت هنا في طاقة خوف، طاقة ألم. ف انت بقى اللي تختار بقى انهي سيناريو. المهم ان انا عشان ما توهكش دلوقتي اقول لك انه في حد هنا بيقول لي انك ما قدرتش الظروف، وانت هنا بتقول لي انا مش واثق فيه كفايه. حتى لو هو دلوقتي جه وقال لي يلا بينا نكمل، هبقى عاوز ضمانات. انا حاسه بكده، مع انك ده ممكن يكون من جواك، الا انك لما هيرجع لك او لما هيقرب منك مش هتقول له لا. يعني في حب هنا جواك كبير. تعالوا كده، حكايتكم انتوا لفه، يعني العلاقه دي ما بينك انت وهذا الشخص الحكايه فيها لفه شويه، صح؟ ده اللي انا شايفاه الحقيقه. هي علاقه لفه، بمعنى ان هي عندها فيها elements، فيها عناصر كتيرة قوي مرتبطة ببعض العلاقة دي. تعالوا كده نشوف الكروت ديت. طيب هنا نزل التين اوف بنتكل، التو اوف كابس، طبعا قبليهم الجاستس، السيفن اوف كاب، الايت اوف كاب، التين اوف وند، الشرط. انت بتقول لي وهو بيقول لي حاجات ان العلاقة دي مهمة جدا، ان ما ينفعش ان انتوا تبعدوا عن بعض. قلبي مش معايا وهو قلبه مش معايا. واو، هنا عارفين يعني، انا ممكن اقولها لكم كده بس تضحكوا يعني، لانه عارف لما حد يقولك انت ورطت نفسك. طيب انتوا الاتنين ورطتوا نفسكم في العلاقه ديت لان في حب دلوقتي. فالورطه هي المشاعر للاسف. هنا في جاستس جنب البيج اوف سورتس، فايف كابس. طبعا راجع هنا. لو انت بتسأل على الشخص ده راجع ولا، طبعا راجع هنا، لانه هذا الشخص بيكذب على نفسه دلوقتي زي ما احنا وصفنا فوق هنا. ده شيء تاني. فايف كابس جنب السيفن اوف سورتس، هو هيتجنن من حتة انه بيكذب على نفسه، من حتة انه بيحاول انه يشغل نفسه، كمان بيحاول يدور لك على حاجة يغلطك اكتر بيها، فيجي يقول انك ما شفتش الامور على طبيعتها، ما قدرتش حجم المسؤولية اللي هو شايلها، ما بتثقش فيه كفاية، كل ده. اهو restraints. عارف لما حد يورط نفسه في علاقة ويحصل فيها زواج وخلفة وأولاد، وبعد كده يجي يقول، واللي على فكرة يا جماعة القصة ديت يعني دي منتشرة من قدم الأزل، يعني لما الشخص يورط نفسه في زواج وبعد كده هو يجي يقول أنا اتجوزت ليه ويقول الكلمة ديت بعد ما يبقى عنده أولاد زي الفل، وبعد كده ما يبقاش قادر يتحمل مسؤولية كبيرة مع شخص هو حبه بعد ما اتجوز الشخص اللي هو ما بيحبوش. هذا الشخص في هذه الطاقة دلوقتي. هذا الشخص يا هو يا انت، بس انا حاسة في سترونج سنس هنا ان هو ده مش انت. يعني طبعا القراءة عامة، لكن حاسة ان الرول ده او الدور ده دوره هو مش دورك انت. اللي بيحصل ده منه هو، يعني هو اللي
في الطاقة ديت، مش انت في طاقة دلوقتي انا عاوز اكمل وياه، بس هل هقدر اثق فيه؟ دي الطاقة اللي انت فيها دلوقتي. اكيد كينج اوف وانس، بعديه الامبرور. اعتقد انه هيجبرك انك تكمل معاه، بمعنى انه ممكن يجبرك على انك تثق فيه، لان هنا هو عنده مشكلة في حتة انك ما بتثقش فيه. يعني كأنه مثلا ده شيء مهول قوي، كأنه بيقول لنفسه ازاي ما يثقش فيا. ما ينفعش ما يثقش فيا، لازم يثق فيا. لو انا مهم كفايه بالنسبه له، لو هو فعلا بيحبني زي ما انا بحبه، يبقى لازم يثق فيا. مش عارفه ايه بقى حته الثقه ديت. هل مثلا الشخص دوت قال لك كلام عن حاجات او عن اشياء، وبعد كده رحت لقيته كلام تاني؟ طيب دلوقتي المشكله عندك مش في اي حاجه من ديت. يعني حتى موضوع الثقه ما هوش المشكله بالنسبه لك دلوقتي. اكيد هو مشكله، كان مشكله في وقت من الاوقات، بس دلوقتي المشكله بالنسبه لك هي حاجه صغيره قوي وكبيره قوي في نفس الوقت، وهي ازاي يخلق هذا الشخص الابتعاد او الصمت ده في العلاقة، وما يتحركش ناحيتي في الوقت اللي هو لاقي ان انا ما اتحركتش ناحيته. هو مستني ايه بالظبط؟ هو مستنيك تتحرك، تثبت له انك بتثق فيه، انك لسه عايزه تاني رغم اي كذب هو كذبه مثلا، او رغم اي شيء حصل في العلاقة، و تتقبل الصمت العقابي اللي هو فرضه عليك. هو شايف ان ده جزء من الحب. يعني هو يعتقد انك لو وافقت، لو على شيء معين، انا معرفش ايه هو على فكرة، يعني احتمال انت تكون طالب منه الزواج مثلا وهو بيأخره، ده شيء كبير يعني برضو. احتمال مثلا انه مش موافق اصلا هو يتكلم في اي شيء ليه علاقة بارتباط دلوقتي. طلع له في الاول، هو طلع له كارت الفاذر ووند، والفاذر ووند ليه علاقة بتحمل المسؤولية، الزواج، الشخص اللي بيشيل مسؤولية، بيشيل هم يعني. هنا الكروت دي ظاهرة له علشان تقولك انه هو يقدر انه يتحمل مسؤولية اكبر كمان من مسؤوليتك او مسؤولية اللي هو بيعمله، لكن دي مخاوف عنده ان هو ما يتحملش المسؤولية، حاسس انه مش قوي كفاية. فور اوف بنتكل، واو، ايزر سورد، تين اوف كاب. هو هيتقبل اي حاجة في الدنيا، يعني هو ممكن يتقبل اي حاجة الا ان العلاقة دي مترجعش تاني. يعني انا شايفة دلوقتي قدامي شخص عامل صمت اجباري عليك وجبرك عليه، بيحاول ان هو يتملص من تحمل المسؤولية، وحتى الاخطاء اللي هو يعني خطأ فيها في حقك. كل دوت لكن الحاجة الوحيدة اللي غير مقبولة عنده في طاقته هي ان العلاقة دي مترجعش تاني. دي الحاجة الوحيدة الغير مقبولة يعني. بص هنا نازل لك هو في النايت اوف كابس، واو، وبعديه كوين اوف بنتكل، وبعد كده هو الكوين الناين اوف بنتكل. لا، هو اي حاجة ممكن تحصل الا ان العلاقة دي مترجعش. طبعا اللي مضايقك دلوقتي وانا عارفة دوت، هو انه يعني ايه كل حاجة ممكن تحصل الا ان العلاقة تنتهي وهو واقف في مكانه ما بيتحركش، صح؟ دي استراتيجية يا فندم. يعني اعتقد انك عارف هذا الشخص كويس جدا، ولو ما تعرفوش احب اعرفك عليه دلوقتي. هذا الشخص شايفك كأنك عارفين انتوا المتهم لما يدوه براءة، هو شايفك البراءة، هو شايفك الحرية. يعني هو شايفك الحرية من اللي هو بيعاني منه في حياته، واللي بيعاني منه في حياته واضح جدا على فكرة. تحمل مسؤولية هو مش عاوز يتحملها. اعتقد دوت اللي واضح قدامنا دلوقتي في طاقة هذا الشخص. يعني انا متهيألي انك توافقني الرأي في حاجة زي كده، مش هتخالفني الرأي في اي حاجة زي دي.
اقول لك انا هاخد لكم انتوا كارت من هنا. الكوين اوف وينتر. الكوين اوف وينتر هي شخص غير متزوج، هي شخص يا اما مطلق يا اما متجوزها قبل كده. وهنا الكارت ده بيقول لك خد بالك من عملك، دراستك، اهلك مثلا، اجتماعياتك، وركز قوي عليهم دلوقتي. شوف سبحان الله، كارت المانيفستيشن او كارت الساحر بتاعك. سيلف اكسبتنس. حاول انك تتقبل نفسك، تقبل نفسك بالحلو باللي انت شايفه حلو فيها واللي انت شايفه مش حلو. يلا جاي ناخد لهذا الشخص كام كارت من هنا. اوكي، هنا بيقول لك I become a better person، يعني بيقول لك انه اصبح شخص جيد. يعني اعتقد الصمت العقابي بتاعه دوت هو الشخص الجيد اللي هو شايفه في نفسه يعني. وهنا بيقول لك انت كنت افضل شيء في حياته. وهنا بيقول لك انه بعد قبل ما انت تبعد. يلا كده ناخد له كام كارت من هنا. هنا بيقول لك انه اسف انه اختفى لبعض الوقت. هو كان عاوز يقول لك انه كان بس عاوز يصفي ذهنه. وهنا بيقول لك ماي فانتزي، والفانتزي هو الشيء اللي انت بتفانتزايت، يعني الشيء اللي انت بيبقى نفسك فيه. وهنا ماي دريمز، وماي دريمز بيقول لك انه كان بيحلم بيك في الحلم، انتوا الاتنين كنتوا حرين، ما كانش حد بيتدخل في قراراتكم او بيتدخل ما بينكم. شكرا جدا المجموعة الأولى، وأتمنى إن نكون قدرت أفيدكم النهاردة، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. يلا بينا المجموعة التانية. أول حرف من اسم هذا الشخص، والحجر الفسفوري اهوت هنحطه هنا كده كده ولا كده، ماشي. ماشي، اولا هاخد لك انت كارتين وبعد كده هو كارتين. Six of Swords. واو. هيروفان ريفرس. هيروفان ريفرس في حاجة هنا لبالانس شديد، محتاجين اتزان شديد هنا.
في المجموعة التانية. مش عارفة ليه حاسة طاقتك فيها قاعد انت عادي بتعمل حاجة، حسيت انك بتتشافى من حاجة معينة من الماضي مثلا، او حاجة حصلت ويا هذا الشخص، وبعد كده لمحت بذكرياتك شيء ده قالك امشي ما تقعدش، بس انت عاوز اتزان. بعدك عن هذا الشخص مش بيمثلك اتزان، في حيرة هنا. آه كنت عايزة اخسر لك طاقتك الحقيقة، بس مش مشكلة بقى، انا ممكن افهم ما بين السطور لهذا الشخص. طيب تعالوا كده انزل له كارتين. اوكي، الورلد حلو. الورلد ليه؟ هو لان بيقول لي ان هو بينهي حلقة معينة هو فيها دلوقتي، بيفكر. طيب في افكار في حلقة هو بينهيها، اعتقد ان هي ليها علاقة بيك وبالعلاقة بتاعتك، علاقتكم يعني ببعض. طيب يعني استنوا بقى عشان في كروت كتيرة كانت ريفيرس هنا، ماشي كانت غلط يعني. اوكي ماشي. تعالوا كده، انا دلوقتي بدأت افهم ان هو مخلص او خلص دايرة كان فيها بقاله فترة. يعني احتمال تكون مثلا الدايرة ديت ليها علاقة ب المشاكل اللي ما بينكم. هل مثلا هو تحقق من المشاكل اللي ما بينه وما بين نفسه، ان هو هنا بيفكر وبعد كده وصل لحتة خلاص كفاية لحد كده مشاكل، يلا نحطها على جنب، يلا نبدأ من جديد، حاجة كده هنعرف دلوقتي. تعالوا كده اخد لكم كارتين من هنا مبدئيا. القمر. القمر هو الشيء اللي انت لسه معرفتوش. طيب عموما هنا بيقول لك ما تحطش دماغك، حاول تحط ورا ظهرك القلق والخوف. understanding the truth of a situation، بدأت تتفهم طبيعة وحقيقة موقف معين. اوكي كارت قوي جدا على فكرة يعني. الكينج اوف سمر، كارت جميل جدا. الكينج اوف سمر a romantic partner you can trust، في شخص ربما يكون هو تقدر تثق فيه. excellent advice that come from the heart، في حد بيديك نصيحة من قلبه. getting involved in culture or creative endeavor، هنا انت بتدخل نفسك في ربما شيء بتعمله مع حد من اصدقائك او كده. يلا كده هنا حد بيقولك انه بيحس بيك حتى وانتوا الاتنين بعيد عن بعض، وهنا بيقولك انه بيتمنى ان هو كان يعاملك بشكل افضل من كده، وهنا بيقولك انه انت بتكلمه من خلال ربما الاغاني اللي هو بيسمعها او حاجة. رنوي، هنا هذا الشخص بيقولك انه عاوز يبعد بيك بعيد عن الناس وعن هكذا، يقعد وياك لوحده. وهنا بيقولك unblock me، فك البلوك.
وهنا بيقولك انه يشعر بضياع، مش عارف ازاي ممكن يخلي العلاقة تشتغل مع انه عاوز العلاقة تشتغل، بس بسبب الضياع اللي هو حاسس بيه قرر انه يسكت. يلا بينا كده. خش على السؤال الأهم. عايزة أعرف هنا، هل الشخص دوت بيرجع للعلاقة، وهل العلاقة بتكون على طريق البناء أو التطوير؟ اوكي، كارتين هنا نزلوا. اوكي، الستور جنبي السيفن اوف سورد، التاور، الفول، الهانجت مان. طبعا شايفين ازاي في مش بس حيرة في دماغ هذا الشخص، لأ، هو انا حاسة ان كل لحظة بفكرة في دماغه، وكأنه عمال يقول لأ، انا المفروض ان انا اقوم اعمل حاجة، ما ينفعش ان انا بقى قاعد كورد او قاعد جبان بالشكل ده، مش عاوز ان انا اقوم اعمل حاجة ليا او ليه في العلاقة. وبعد كده هو جاي هنا السيفن اوف سورد ويقول ايوه انا عارف ان اللي انا كنت بعمله كان سبب في اللي حصل، ولكن للعلم، عارف انت لما تحس ان في حد واخد جنب لانه متضايق قوي او زعلان من اللي بيحصل او مش عاجبه اللي بيحصل، بس مش عاوز الناس تشوفه وهو واخد الجنب دوت، يشعر الجميع بانه اوكي وان كل حاجه حلوه وياه وكل حاجه شغاله بطريقه كويسه، مع ان لا، مش زي ما هو طبعا مصور للناس اللي حواليه، لان هنا في امنيات حياه لهذا الشخص، اعتقد ان هي ليها علاقه مباشره بيك وبعلاقتكم مع بعض. هنا في حيرة كبيرة قوي في طاقة هذا الشخص، وكأنه حاسس بيك هناك في طاقتك وانت بتحاول انك تمشي او وانت بتفكر، لان انت هنا يعني خليني اقول لك طاقتك واضح قوي فيها انك عمال تفتكر حاجات ربما حصلت داخل هذه العلاقة بينك انت وهو، وتقنع نفسك، او الحاجات اللي انت بتتذكرها ديت بتقنعك انك تمشي، بتقولك امشي امشي، انت مالكش مكان هنا. دي ربما المخاوف اللي في بالك بالذات، وان في طور هنا في العلاقة. في حاجة تانية بقى حلوة تيجي تقولك لأ، انت بتشعر مثلا باتزان وانت ويا هذا الشخص، او هذا الشخص بيشعرك بكذا وكذا، خليك وياه هكذا يعني. فممكن هو في الطاقة ديت يكون حاسس بيك، ويكون حاسس بالطريقة اللي انت بتفكر بيها هناك كده. العلاقة دي مهمة اوي بالنسبة له. يعني خلينا اقول لك، عارف لما حد مثلا يجي يبص على المشكلة ما بينك وما بينه، ويجي كده متضايق قوي يقول طيب ايه اللي في ايدي انا، ايه اللي في ايدي ممكن اعمله، اقوم اعمل ايه، طب اعمل ايه، طب هو عاوز ايه، هو مثلا عاوز ان انا اخش الباب من البيت من بابه، طيب دوت هيكلفني كام مثلا لو هو مثلا يعني ماديا مش قد كده، او مثلا ده هيعمل مشاكل ايه بالنسبه لنا. وهو اعتقد يجي مثلا وهو بيقول كده يتكلم على الجانب بتاعه هو، يعني الاهل مثلا هكذا، وبعد كده يجي يسكت، بعد كده يجي يسكت يقول بعدين، يقول هتصرف، او يقول ممكن الموضوع يصرف نفسه لوحده، معرفش ازاي هو شايف ان الموضوع ممكن يصرف نفسه لوحده يعني، بس اعتقد هو ده اللي هو بيقوله يعني احيانا يعني. تعالوا كده. نايت اوف بنتكل ماشي بالراحة جدا، ماشي. الناين اوف بنتكل نايت اوف بنتكل اهو الكارت ده عاوز ينزل اهو، الايس، ياه الايس اوف بنتكل بعد النايت اوف بنتكل. اوكي
اقول له ايه؟ اعمل له ايه؟ هو عاوز كذا وانا مش قادر اعمل له كذا، طب اتصرف ازاي؟ هو ده اللي هو بيقوله. انا عاوز بدايه جديده، وهو مثلا عاوز انه العلاقه تترسم، او مثلا هو عاوز ان انا ابقى معاه 24 ساعه في اليوم. اعمل ايه لو انا مش قادر اعمل كده بس انا عاوز البدايه الجديده وياه؟ في حاجات موقفاه، في حاجات منعاه ان هو يبقى معاك 24 ساعه، في حاجات منعاه ان هو يكلمك على الاقل 3 4 مرات في اليوم. في حاجه هنا بتحصل احنا مش واخدين بالنا منها. التمبرانس وبعديها الويل اوف فورتشن، ثم سبحان الله. بص بقى هنا زي التفكير بيجيله يقول له لا بس خد بالك، هو ممكن هو يبقى مع حد تاني، ممكن يبقى مع حد تاني وبسرعة كمان. هو شايف كده، هو شايف انه مش صعب عليك انك تكون مع حد تاني ويكون مع حد تاني بسرعة شديدة كمان. ده الحقيقة بيقول لي هنا ان الشخص ده عارف قيمتك، عارف قيمتك كويس قوي. للعلم خد بالك هو مش هيحسسك بيها، يعني خد بالك انت قدامك شخص مش هيقول لك واو ده انت قيمتك كذا وانت ممكن تعمل كذا وممكن تقدر على كذا وانا معجب بيك قوي لانك لما بتيجي تتصرف بالشكل لا لا لا، مش هيعمل كده. ده خدوا بالكم يعني هو ايه، مش هيعمل الحركه ديت. ليه؟ لانه مش عاوزك تضيع من ايديه اساسا. يعني هو هنا مش عاوزك تروح لحد تاني او مش عاوزك تكون ويا حد تاني، فدوت هيبقى مخوفه. فانه يحسسك بقيمتك لا، ما اعتقدش دوت هيبان. ممكن يكون بان شويه او يعني نوعا ما بس مش 100% يعني، فتاخد بالك من ده. دي حاجه. الحاجه التانية هنا في حاجات منعاه هنا. يعني انا شايفه انه شايفاك انت بتقول لي مثلا هو جه فتره واحده او فجاه واحده واتغير، حسيت ان في حد دخل حياته. اعتقد ممكن الاهل غصبين عليه حد او فارضين عليه شخص، حاجه زي كده. انا حاسه هنا بكده. ده على فكره ممكن يبقى في السر من غير ما هو يقول لك، يعني من غير ما هو يقول لك كل شيء. يعني لو هذا الشخص لم يتزوج بعد، احتمال ان في حد عارض عليه حد، والحد اللي عارض عليه الحد دوت هو حد مهم في حياته، يعني كأهل، يعني كأم كأب كأخ أكبر أخت أكبر حاجة كده يعني. بالذات الكارتين دول هم اللي قالوا لي كده. يعني بصوا، لما نزل كارت النايت اوف بنتكل وبعدين نزل الايس اوف بنتكل جنب الفور اوف وان، عندك شخص بيحبك قوي، عندك شخص نفسه ان هو يبقى معاك دلوقتي قبل امبارح، وشايف قدامه اللي حصل او شايف قدامه اللي حاصل في حياته يعني، وعارف كويس جدا انه اللي حصل من مثلا الناس اللي جابوا له حد او حاجه كده. يعني ان انا حاسه ان في موانع، لاقي نفسه بطيء وعارف انك شايفه بطيء وعارف انك ممكن تبعد وتروح لحد تاني، او انك تلاقي فرصه تانية، او انك تدور على شخص تاني ايا كان بقى اللي في باله بقى. يعني قلت لك هو عارف هنا يور وورث، يعني هو عارف يقدرك، هو فاهم في الحته ديت. وبعد كده يقول لا بس انا عاوز البدايه الجديده معاه. طب ازاي ابقى عاوز البدايه الجديده معاه وانا عارف هو عاوز ايه، وعاوزني ابقى معاه باي شكل، وعاوزني ابقى معاه على طول، وعاوز ان انا وهو طول الوقت نبقى مع بعض والعلاقه تبقى اعمق من كده ما بيننا. بس انا في اللحظه دي مش قادر لان في حاجات تانية منعاني، والحاجات اللي منعاه بقى ايه زي ما احنا عارفين وكنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. فهو دلوقتي في حيره على فكره، خد بالك. والحيره تبقى حيرتين لو فضل مخبي. احتمال ان هو دلوقتي بيحاول انه يتخلص مثلا من اوامر الاهل او من الطريقه اللي هم فرضين بيها عليه الشخص، حاجه كده. لو ما فيش شخص مفروض عليه، يعني لو هو مش في الحته ديت، يعني مش السيناريو مش كده، هيبقى حاجه موجوده بالفعل وانت ما تعرفش عنها حاجه من الاول كمان، ممكن من قبل ما يعرفك. بيشوف عايز يعمل ايه هنا. هو
واقف علشان يعرف يوزن الامور ازاي، يتحرك ازاي. هنا بيج اوف وانز، تو اوف كابس، ناين اوف بنتكل، بعديها 6 اوف بنتكل. انتوا هتتكلموا، واو. بعديها اللافرز، بعديها 10 اوف وانز. اوكي اوكي كده انا فهمتها الحته ديت، او الحكايه انا فاهماها. يعني هنا هو عايز يوصل لك انت. بصوا هنا الكوين اوف كابس جنب الكينج اوف كابس. بصوا يا جماعه، هو هنا اللي في باله ان هو يوصل لك انت البيربس، يعني انت الهدف هنا. انت الهدف من تفكيره دوت. طيب ليه الشخص دوت بيعمل اللي هو بيعمله دلوقتي؟ ممكن دوت شيء انت تكرهه فيه وتكرهه قوي فيه، لكن الحقيقه ان هو واضح جدا انه خايف. التقل اللي جنب اللافر، يعني بس هنا اللافرز جنبيه ايه؟ التنفند اهي، اهي التنفند، شايفين؟ ليه دول جنب بعض بالشكل ده؟ لانه خايف. هنا هو خايف يروح مثلا يقول للشخص اللي هو بيحاول يفرض عليه حاجه، او لحد من اهله، او يعلن الموضوع اكتر. يعني الموضوع اللي ما بينكم العلاقه هو خايف يعلنها اكتر مثلا. ده يلوم ودي تلوم، ودي تقول له اخص عليك، ودي تقول له ازاي تعمل كده، ودي تقول له من ورانا، ودي تقول له مش عارف ايه، وده يقول له اثر ايه. ده اللي هو خايف منه هنا. هو خايف من اللوم، من العتاب بالمجتمع، من القيل والقال. في مخاوف هنا. احتمال ان اللي واقف بينك انت وهو ما يبقاش شيء شخص معين، لا، هو ممكن تبقى العادات، التقاليد، الحاجات اللي آه فيها، الحاجات اللي فيها شيء في اختلافات بينكم في حاجات. يعني مثلا انتوا الاتنين من جنسيات مختلفة، معرفش ايه الحاجات ديت. يعني كل الحاجات ديت ممكن تكون سبب، مش لازم بس يبقى شخص او انسان هو السبب، فاهمني؟ بس لو تلاحظ معايا هنا، السبب متقله بس مش هيمنعه عنك. هنا انا شايفاكم انتوا الاتنين مع بعض، شايفاكم بتحاولوا تبنوا تاني في العلاقة من خلال الطريقة اللي هو شغوف بيها او بيفكر بيها في البيج فانز. بعديها التو اوف كابس، الحب ده. وبعديها الناين اوف بنتكلز. انت موجود هنا جنب السكس اوف بنتكل واللافرز. انتوا الاتنين بتقعدوا بتتكلموا، بتناقشوا حاجات، بس ما اعتقدش ان هو بيناقش معاك مخاوفه. ما اعتقدش. ممكن الى حد ما، بس مش 100%. هو هيناقش معاك مخاوفه، هيبقى خايف يعمل كده. اوكي اوكي 8 اوف كابس هنا، وبجنبيها 2 اوف 1. مستنيك تدي تبطل تدي ظهرك، مستنيك تعمل حاجة، مستني منك حاجة. مستني منك انك تنعنشه. عارفين لو انت تقول له مثلا انا هنا، انا ما مشيتش. السكس اوف وانز جنبيها الكينج اوف كاب، ثم بعد كده الكوين اوف كاب، نزلوا هم لوحدهم. وبعد كده انتوا بتتقابلوا او بتتكلموا قريب قوي. والطريقه اللي انتوا بتتقابلوا او بتتكلموا بيها هي طريقه لطيفه، يعني فيها انا عايزه اقول لك كذا، تعالى نبدا من جديد، نعمل كذا. بس حاسه انه حتى الطريقه اللي انتوا الاتنين بتتكلموا بيها او بتوضحوا الامور لبعض بيها، هي بتبقى حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده قدامكم، لكن مش 100% فعالة. يعني الوضع ما بيبقاش فعال 100%. يعني ايه؟ يعني انت وهو بتتكلموا، بيبقى في رومانسية او حب او نوع من انواع الدفى متواجد، لكن دوت مش او ممكن كمان دوت يبقى بداية للتطوير في العلاقة، لكن ده مش هيبقى هو بيقولك على اللي حصل او بيقولك على الموانع الشديدة اللي هو شايفها. لا، اعتقد في الحتة ديت هو هيبقى مخبي لسه. يعني مش هيبقى على طبيعته بيقول اللي في قلبه كله زي ما انت متوقع. لا، ما اعتقدش ان هو يعمل كده. والسبب في كده ايه؟ يعني ليه انا متوقعش ان هو يعمل كده؟ السبب في كده ان هو خايف انك تمشي فعلا. السبب في كده ان هو خايف انك تيجي لحظة وتقول انا مش هديلك وشي تاني، او خلاص انا مش هكمل تاني في العلاقة. اذا كان هو دلوقتي شايفك تعبان قوي من الظروف اللي حاصلة، ومن
ظهوره البطيء، يعني انا حاسه ان هو بيظهر بالقطاره في العلاقه، يعني كانك شايفه يعني بيديك فتات الخبز، يعني زي ما بنقول في المثل يعني. ودوت انت مش راضي عنه من جواك بقالك فتره. فتخيل بقى لما يجي يقول لك طب ده حصل وده حصل وده حصل، تخيل انت ممكن ساعتها تعمل ايه؟ تمشي بجد بقى؟ يعني ساعتها هتيجي انت تقوم قايل لا لحد كده كفايه، انا همشي. انت مسيطر عليه في تفكيره جدا. هنا الامبرس جنبيها الميجيشن، اوكي، ثم بعد كده الفايف اوف سورد، ماشي، بعد كده 7 اوف كاب، بعد كده 3 اوف كاب، وبعد كده 10 اوف بنت. شايفين؟ واخدين بالكم؟ انت مسيطر عليه جدا في افكاره. يعني افكاره دلوقتي عباره عن اعمل ايه علشان ارجع كل شيء صح. هو هنا عاوز يرجع الدنيا صح، هو مش حكايه انه عاوز الدنيا تمشي زي ما هو عاوز، او لا لا لا, لا. في سيطره واضحه في طاقه هذا الشخص، في الطاقه ديت. هنا الشخص دوت بالفعل ظهر في طاقته فوق، بينهي حلقه، والحلقه هي ايه؟ ربما الغياب اللي هو كان فيه، ربما عدم الكلام انتوا الاتنين بقالكوا فتره، او ربما انه كان مثلا معاند في حاجه وياك او حاجه زي كده. خلاص هو بينهي الحته ديت. وفعلا من الكروت، كروت حلوه جدا النهارده اللي ظاهره في طاقه هذه القراءه النهارده، صح ولا لا؟ ف من الكروت بالذات بقالكوا قد ايه شفتوا انتوا الكوين اوف كاب جنب الكينج اوف كاب؟ بقالنا كتير والله العظيم. بص انا بقرا تاروت يوميا وبشتغل في القناتين، وبصوا والله العظيم ما شفت الكينج اوف كاب جنب الكوين اوف كاب ممكن بقالي بتاع اسبوعين او اكتر. تخيلوا. فهنا لا، هنا واضح جدا ان الشخص ده انهى طاقه كان فيها، وبيبدا طاقه جديده بانه بيقرب منك بالشكل ده هنا. لان الورلد شخص بينهي شيء وبيبدا شيء، بيقرب من الشيء الجديد. ده واضح قوي هنا. طيب ف هنا شايفه ان انت ربما كنت بتحاول انك الحقيقه يعني خلينا اقول تأثر فيه، بس حسيت كنت بتعمل ده روحيا يعني من طريقه انت كنت بتحاول تجذبه بيها ناحيتك. لان انت هنا ظاهر في الامبرس وفي الميجيشن بطريقه لطيفه جدا، يعني كنت بتتمنى ان الدنيا تبقى كويسه وتظبط، كنت بتدعي ربنا، كنت ممكن بتردد بعض الافرميشن ما بينك كده، ما بين نفس التوكيدات يعني، ايا كان. ولكن انا شايفه هنا طاقه حلوه جدا. هنا ده ريونيون، ده ريونيون، ماشي. هنا وفره. فانا حاسه هنا السيفن اوف كابس، 7 اوف كابس جنب الفايف اوف سورد بقى، خدوا بالكم. الفايف اوف سورد جنب السيفن اوف كاب بيقولوا لهذا الشخص اختياراتك اللي انت يعني انت ممكن تختار، ممكن تحاول انك تختار الشيء اللي انت عايزه. هل هتتكلم وياه من قلبك؟ هل هتقول كل شيء؟ ولا هتحاول انك تحافظ على شكل العلاقة وتعمل حدود شوية في اللي انت هتقوله او مش هتقوله؟ هو هنا معاك هيحاول يعمل حدود شوية في اللي هيقوله او مش هقوله، وانا قايله لكم الكلام دوت من قبل حتى الصف ده مينز، صح ولا لا؟ فده اللي انا عاوزاكم تنتبهوا له يعني. هيتكلم، انتوا الاثنين هتبقوا اوبن او هتفتحوا قلوبكم لبعض وهكذا، لكن ليس 100%، لان هذا الشخص ما عندوش استعداد انه يخسرك، خصوصا بالطريقه اللي هو بيفكر فيك بيها دلوقتي ديت. ده بالظبط يعني هنا اللي انا عايزه اقوله يعني.
يلا كده. اليونيتي، اعمل الشيء الصح علشان السبب الصح. ماشي. compare traditional versus new approach to see which work for you. طيب يعني يعني بصوا ده مهم جدا هنا، لانه بيقول لك حاول انك تعمل مقارنة ما بين الاشياء اللي انت ماشي عليها على طول وبتعملها والاشياء الجديدة اللي انت عاوز تعملها، شوف انهي فيهم اللي بيشتغل ليك او اللي هيشتغل ليك. الله الكارت ده جميل طبعا، الناين اوف سمر. لا في حاجه حلوه بجد هنا، الناين اوف سمر وهنا الفور اوف سبرينج. الناين اوف سمر بيقول لك ايه؟ بيقول لك ويشز كام ترو، في امنيات بتتحقق، دريمز في الفيلم، في احلام بتتحقق، a magical time of life، في وقت ساحر في حياتك دلوقتي. اه في حاجه بتخص طاقتك وطاقه هذا الشخص. شايفين كام كارت رومانسيه نزل؟ ماشي. هنا opportunity، هنا romance and connection برضو، هنا opportunity and change، هنا في تغييرات، في فرص وتغييرات، وهنا رومانس وكونكشن وطاقة جميلة قوي بتاعت كروت النهاردة. يلا كده ناخد لهذا الشخص كام كارت. هنا بيقول لك انا هنتظر اشارة منك. هنا بيقول لك انا ما كنتش مخليك تقرب مني. هنا بيقول لك انه لا يبدي اي رد فعل لما الناس بتتكلم عنك. هنا كارت كان عايز. طيب هنا بيقول لك انه نسي بعض البعض، نسي نفسه لبعض الوقت، وهنا بيقول لك انه حاسس انك عاوز تمشي وتسيبه. ماشي. هنا لسه بيسمع ربما في الاغاني بتفكروا بيك، او ربما بعض الفويسات اللي ما بينكم. وهنا بيقول لك الوايلد سايد، الجانب الجامح، وهنا ماي فانتزي، والفانتزي هو الشيء اللي الشخص نفسه فيه لسه ما جربوش او ما عملوش مع الشخص اللي بيحبه. طبعا الوايلد سايد هو الجانب الجامح. طبعا بشكر المجموعة الاولى والمجموعة التانية جدا، واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.